بصوا يا جماعة، قبل ما نبدأ ليه التعليق بيقول الفيديو الجديد عن ايش؟ الصراحة انا اللي كتبته. مفيش حد بيعلق، فقلت اشجع نفسي بأي طريقة وقلت انا اعمل نفسي مشهور بقى. بس طالما انك بتتفرج عليا يبقى سيب لي تعليق بجد عشان احس اني مش بكلم حيطة. ويلا نبدأ الفيديو. يلا بينا نعرف ايه يعني جاتشا لايف، واللي كانت هي بالنسبة لناس كتير مش بس لعبة، دي كانت عالم كامل بيعيشوا جواه. الناس حبتها علشان كانت بتديك الفرصة تبدع، تعمل شخصيتك، تحكي قصتك وتشاركها مع ناس تانيين. ممكن تكون اللعبة دي كانت جزء من طفولتك، أو يمكن كنت من صناع المحتوى اللي اتقال عليهم جاتشا تيوبر وساهمت في صناعة ذكريات جميلة لناس كتير. بس للأسف ناس كتير اعتذروا اللعبة لأسباب كتير جدا، وهنا هنتكلم عن كل الأسباب دي. أنا شفت ناس كتير بتكره الكاتشا وكنت حابب أتكلم عن وجهة نظرهم، وكمان كنت عارف الجانب الحلو من المجتمع ده، وعارف إن في حاجات مقرفة جدا طلعت من المجتمع ده. بس صدقني دي مش السبب الوحيد اللي خلى الناس تسيب الكاتشا وتبعد عنها. تعال نرجع لأصل الحكاية. كاتشا لايف عندها قصة، أيوة يا عم ما تستغربش كده، مش نزلت كده بوم وبقت مشهورة. في ألعاب كتير نزلت قبلها وكانت الأساس اللي بنى عليه مجتمع الكاتشا. اللي عمل الألعاب دي كان واحد اسمه لوكاس لي، وبدأ استوديو الخاص بيه اسمه لونامي. أيوة يا عم لونامي مش لونامي زي ما كانت ناس كتير بتنطق غلط. الهدف كان إنه يعمل ألعاب للأطفال برسومات محترفة، وفعلا عملوا 11 لعبة، بعضهم كمل وبعضهم اختفى في صمت. أول لعبة جاتشا نزلت في 2015 اسمها أنمي جاتشا. فكرة الجاتشا نفسها كانت فيها إنك تسحب شخصية عشوائية بس بنسب نادرة زي لعبة كينشن امباكت كده، بس على فار. وكان فيها أكتر من 230 شخصية بتسحبهم بالحظ وبتستخدمهم في معارك. في 2016 نزلوا لعبة اسمها جاتشا وورلد، وكان فيها قصة لأول مرة، فده كان تطور حقيقي لاستوديو لونامي. وفي ألعاب تانية مستاهلش الذكر بالصراحة، يعني زي لعبة نيكو جاتشا اللي كانت كلها قطط والناس كانت بتسميها جاتشا القطط. في 2017 نزلت جاتشا ستوديو، ودي كانت أول بداية حقيقية لألعاب الجاتشا. أنا كنت بعشقها وكان عمري 10 سنين، وكانت حاجة مختلفة رغم إن الشخصيات كان شكلها بيخوف شوية. نفس السنة اللي نزلوا ألعاب تانية زي بوكو شيبي اللي كانت نفس الفكرة بس الشكل ألطف. الترندات الغريبة اللي بدأت تظهر كانت بتروح تظهر من عن طريق الأطفال، اللي زي اسمه ترند الأخوان، وكان ترند مليان دراما مش طبيعية. واحد من التوأم الطيب والتاني شرير، الأم تكره الطيب والأب بيحبه، بس الأب دايما مختفي في القصص دي، راح يجيب لبن ولسه مرجعش. في الآخر الطيب يتجوز أميرة ويبقى الملك. طب خدني معاك يا عم بقى. المهم ان القصص دي كانت كرنج، بس احسن من القصص اللي جت بعد كده زي زواج اجباري، حب من اول كفه، من اعداء لعشاق. يا عم دي مش روايه رومانسيه، دي مسرحيه عبثيه او مسلسل تركي. بالمناسبة لو لسه بتتابع ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، ده أبسط دعم ممكن تقدمه ليا ويشجعني أكمل وأفوز أكتر في عوالم زي دي، وكانت جزء من طفولتنا. في 2018 جاتشا لايف نزلت، وكانت القفزة النهائية والكبيرة للمجتمع، جمعت بين كل عناصر النجاح في لعبة واحدة. بس بعدها بدأ يظهر محتوى مقرف وغريب ومشاهدته بالملايين. اليوتيوب سايب الدنيا، وأنا هنا بتحصل على مشاهدات اللي هي 120 مشاهدة. في 2020 مطور نزل تحديث يشيل كل الحاجات الغلط، والناس تسكت؟ لا، قلبت عليه الدولة وقالت ان هو غلطان ومش عارف ايه. يعني شاعر الوحش سابوا زعلوا، هو يعمل ايه؟ يبيع التطبيق او يشتغل في محل مخبوزات احسن. المصيبه انك تقدر تنزل النسخ القديمه وتكمل المصايب وكأن مفيش حاجه حصلت. جاتشا لايف نزلت وبجرافيك احسن وتفاصيل اكتر، تحريك عيون وحاجات اكتر وملابس، بس الناس كانت خلاص فقدت الشغف. عدد تحميلات اللعبه كان 10% بس من الجزء الاولاني، والمطورين بقوا مش بيحدثوا اللعبه. السبب مش اللعبه، لا، المجتمع نفسه. الناس اللي كانت بتنشر النسخه القديمه والمحتوى التعبان هم اللي خلوا الابداع يختفي، واليوتيوب بقى يشوف المحتوى ده سبام ومش بيرشحه. الخلاصة ان كاتشا لايف كانت بحلم لطفولتنا، بس زي اي حاجة وقتها بيعدي، ومش لازم نهايتها تكون حزن، ممكن تكون فرصة. لو انت بتحب المجال ارجع وابدع وكن انت الجيل الجديد اللي يصنع طفولة ناس تانيين. بس اهم حاجة سيبكوا لايك وكومنت واشتراك حقيقي بدل ما اضطر اعمل كومنت توهمي تاني. نشوفكم في الفيديو الجاي، وسلام.